سلام سلام، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. أنتم تشوفوا هذا الفيديو. هذا الجزئية مأخوذة من الفيديو اللي حطيته صابي الكيلة. حبيت نحكي على الحشو. أنا استعملت جوز الهند في الشوكولا. جوز الهند طبيعته إنه ينشف ويشرب، من الأفضل يكون كاوكاو أو مكسرات مع شوكولا أو كراميل. نحطوهم في المجمد يتماسكوا فقط، مش حتى يجمدوا، ونشكلوهم كريات ونحشو العجينة تاعنا. العجينة حطيتها في الفيديو. كذلك بالنسبة تجيبي أي مول هذاك تاع الحديد اللي يخرجوا جداد ويكون غالي مثلا، أو لا تخدمي بالكيس البلاستيكي تشكلي أي عدد تحبيه. المهم ما تكترش الخميرة، او اذا امكن ما تحطيش، من الافضل ما راحش يفسد لك الشكل تاعو. وكذلك راح نتبعوا الفيديو، راح نشوفوا يعني اسرار اللي باش ما يحافظ لك مع الشكل تاعو في الطياب. هو سمك العجينة كل شيء راح يحافظ لك على الشكل الطيبي، بلا مون راح يبقى كيما طيبي داخل المون هذا. كيما هاد القالب تاع المهرس تحكمي في العلو تاعو. مثلا نزيدي العجينه والحشو يجيك عالي، ما تكترش فقط كيما قلنا، نخليها ما يفسدكش الشكل. كذلك بالنسبه للتزيين، على بالي بيتي فحله راح تفني في التزيين تاعو او في الديكور، راح يرجع لك غاتو كريستيج بطريقه سهله جدا. انا ما حبيتش نزينو نكلف روحي، لانه يعني كنت درتو بلا مناسبه، فقط للمنزل. إذا شفتوا الفيديو حبيباتي وديتي منولو فكرة بسيطة، عملوا لي جيم وتعليق يحفزني. كذلك روحوا شوفوا الفيديو اللي حطيته على عجينة صابلي الكيلة، على بالي راح بصح فيه يعني أشياء مفيدة جدا ممكن تستفادي منها، خاصة المبتدئات. دمتم بخير وعافية.